في تالتة اعدادي جبت مجموع 78%. في اولى ثانوي شلت ماده ونجحت في الترم الثاني، وفي ثانيه ثانوي كذلك برضو شلت ماده في الترم الاولاني ونجحت في الترم الثاني. وفي ثالثه ثانوي جبت 92% وطلعت من الاوائل، رتبت على الدفعه. إيه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك زي ما سمعت كده بالظبط. هقول لك الطريقه كلها في اربع حاجات، اربع حاجات قادرين يحولوك من شخص لشخص تاني خالص ويغيروا حياتك 180 درجه. بس لو اول ما تشوفني اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده عشان نوصل لاكبر عدد من الطلاب. ناس كتير سالتني واسئله كتير جات لي، هل انت كنت متفوق في اولى وثانيه ثانوي، وهل هم ليهم علاقه بثالثه ثانوي؟ اسئله كتير جات لي على الموضوع ده، فانا طالع اكلمك في الموضوع ده بالتفصيل واقول لك ايه الاربع حاجات اللي انا عملتهم غيروني من شخص لشخص تاني، وغيروا حياتي 180 درجه خلال سنه واحده بس. وهي كانت سنه مهمه جدا وسنه مصيريه في حياتي، وهي الفيصل اللي حولتني من شخص لشخص تاني خالص. اول حاجه لازم نفهمها، اولى وثانيه ثانوي ما لهمش علاقه خالص بمستواك في ثالثه ثانوي. يعني مستواك في اولى وثانيه ثانوي ما لهمش علاقه خالص بمستواك في ثالثه ثانوي. وتاني حاجه برضو لازم نفهمها، مفيش طالب شاطر وطالب خايب. مفيش طالب شاطر وطالب خايب. هتقول لي طب ازاي؟ هقول لك في طالب بيذاكر وطالب مش بيذاكر. بمعنى ان مفيش يعني حد اذكى من حد. طب هتقول لي في حاجه بتختلف؟ اقول لك اه في حاجه بتختلف، واللي هي قدره التحمل. يعني في شخص بيتحمل عن التاني، يعني كل واحد له قدره تحمل غير التانيه. عشان كده ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني كل شخص ليه طاقه من التحمل. ففكره ان في طالب خايب وطالب شاطر وطالب بدماغه نظيفه وطالب بدماغه مش عارف ايه، مفيش خالص الكلام ده. هي الموضوع كله طالب بيذاكر وطالب مش بيذاكر. تمام، احنا فهمنا النقطه دي واستوعبناها. عايزين نعرف بقى ايه الاربع حاجات اللي يغيروا حياتي، يعني الاربع حاجات اللي انت تعملهم يغيروا حياتك 180 درجه. اول نقطه فيهم ان انت تصلي الخمس فروض بتوعك، ما تسيبش فرض منهم، وتبعد عن الذنوب، لان دي قادره تحرمك التوفيق وقادره تخليك ان انت مهما كنت بتذاكر تلف في دوامه على الفاضي. تاني حاجه تعملها ان انت ترضى ابوك وامك، لان دول دعوتهم حرفيا هتتغير مصيرك خالص. فدول لو راضيين عنك فانت هتلاقي كل حاجه بالنسبه لك ميسره والموضوع ماشي معاك. تالت حاجه المشتتات، تبعد عن المشتتات تماما، اللي هي صحاب السوق، الخروجات، اي حاجه هتبعدك عن حلمك لا تركنها تماما. احنا مش فاضيين لك الكلام ده. انت بتتكلم في مستقبل، انت بتتكلم في مستقبلك اللي انت هتعيش بقية عمرك عليه. انت تبعد عن كل الكلام ده، وبالذات صحاب السوق لو هتمشي لوحدك. يعني انا جات لي فتره في ثانويه عامه اللي هم اخر كام شهر انا كنت بمشي لوحدي تماما. انا ما كنتش بستنى حد، كنت بمشي لوحدي. رابع حاجه تخلي هدفك دايما قدام عينك، لان حرفيا ده الموتور اللي بيحركك، ده الحاجه اللي بتخليك تسعى وتكمل مهما كنت مضغوط، مهما كنت مش قادر. بتفتكر الحاجه اللي انت عايز توصل لها والكليه اللي انت عايز تخشها والمجموع اللي انت عايز تجيبه، فخلاص بتكمل وبيديك حافز لوحدك من غير بقى ما تفضل تسمع حد او تستنى حد او كده. ده انت بتحفز نفسك بنفسك عن طريق حاجه انت عايز توصل لها. فصدقني والله لو التزمت بالاربع حاجات دول مع السعي بتاعك في المذاكره، والله العظيم ربنا هيرضيك. طبعا الحاجات دي كلها اتقالت لي وانا في ثالثه ثانوي، وانا دلوقتي بقولها لك اهو وانت في ثالثه ثانوي. فالحاجات ديت متاخده عن ناس كتير وحصلت مع ناس كتير ومتجربه. يعني انا بقول لك عن تجربه شخصيه، فعلا الكلام ده لو التزمت مع السعي بتاعك في المذاكره هتوصل للحاجه اللي انت عايزها باذن الله. بس كده، اول مره تشوفني انا عبد الرحمن فريد، طالب بالفرقه الاولى في كليه صيدله. فاعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات الجايه.